في مشهد صادم أشعل مواقع التواصل في المغرب، ظهرت الناشطة المثيرة للجدل ميسة سلام الناجي وهي تفطر علنا في نهار شهر رمضان داخل أحد مقاهي مدينة الصويرة، في خطوة اعتبرها كثيرون تحديا صريحا لمشاعر الصائمين، بينما رآها آخرون تعبيرا عن الحرية الفردية. عاد الجدل ليشتعل بقوة على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب بعد أن نشرت الناشطة ميسة سلام الناجي صورا جديدة توثق لحظة إفطارها العلني في نهار شهر رمضان. الصورة التي التقطت داخل أحد المقاهي بمدينة الصويرة لم تمر مرور الكرامة، بل فجرت موجة واسعة من النقاش والانقسام بين المغاربة حول حدود الحرية الفردية واحترام خصوصية الشهر الفضيلة. نشرت الناشطة ميسة سلام الناجي عبر حساباتها الرسمية مجموعة من الصور تظهر فيها وهي جالسة في أحد مقاهي مدينة الصويرة وأمامها فنجان قهوة، في مشهد أثار ضجة كبيرة على الإنترنت. وأرفقت الصورة بتدوينة قالت فيها: الحمد لله على التعايش والأمن والأمانة في عهد محمد السادس سلطان المغرب أرض السلامة. لكن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة تماما، إذ سبق لميسا وأن أعلنت في فيديو سابق مع بداية شهر رمضان أنها لا تصوم منذ سنوات، مؤكدة أنها أيضا لم تعد تعتنق أي دينه، وهو تصريح الذي أثار حينها موجة كبيرة من الانتقادات. ردود الفعل: انقسمت آراء المعلقين على منصات التواصل الاجتماعي إلى معسكرين فئة اعتبرت الخطوة استفزازا واضحا لمشاعر الصائمين وضربا للقيم الدينية والاجتماعية في المجتمع المغربي، بينما رأى آخرون أن ما حدث يدخل ضمن الحرية الفردية التي يجب احترامها في مجتمع قائم على التعايش. القضية أعادت إلى الواجهة أحد أكثر المواضيع حساسية في المغرب: الإفطار العلني في رمضان، وبين من يراه تجاوزا للثوابت الدينية ومن يعتبره حقا شخصيا. يبقى الجدل مستمرا كل عام مع حلول الشهر فضيلة، ليبقى السؤال مطروحا: أين تنتهي الحرية الفردية؟ وأين تبدأ حدود احترام المجتمع؟